اهلا بيكم مشاهدينا مره ثانيه، لسه مستمرين معاكم في فقراتنا في نهارك سعيد، وهنتكلم دلوقتي عن حصاد 2014 مع ضيفنا اللي مشرفنا المصور الصحفي محمد كمال، المصور بجريده الوطن. صباح الخير يا استاذ محمد. على كل المشاهدين. كل سنه وانت طيب، ويا رب سنه سعيده عليك. وخلينا نتكلم عن ايه اهم امنياتك بالنسبه ل 2015 في اطار ان انت بتصور وشفت، يعني احنا شفنا حاجات كتير قوي في 2014. امنياتي في 2014 على مستوى 2015 بقى. 2015 سوري، على المستوى الشخصي كمصور، ان فكره ممنوع التصوير دي تختفي في الشارع بقى، في كل حته. المهم تختفي، محدش يقول لك انت بتصور ايه او ممنوع تصور او طب استثناء المناطق العسكريه يعني. لا، ما هو مش لا مش مناطق عسكريه. هو الفكره كلها ان الناس كلها بقت عندها حاله من حالات الخوف من اي شخص بيحمل كاميرا، وده بيبقى بالنسبه لنا احنا معوق. مع ان الناس كلها بقى معاها موبايلات وكل الكاميرات بتصور، بالظبط. وبالعكس المواطنين بيمارسوا دور الصحافه بنفسهم دلوقتي لما يشوفوا حاجات غلط. بالظبط، هي زي حضرتك قلت، الموبايل والكاميرا الصغيره غير شكل الكاميرا الكبيره. الكاميرا الكبيره دي عند في موروث عند الناس ان ده بيعمل حاجه غلط او بيصور حاجه غلط، وده مش حقيقي يعني. فده اهم حاجه انا اتمنى ان هي تنتهي في اي سنه، مش في 2015 بس. طيب ايه اكتر الاحداث اللي بتفتكرها في 2014؟ 2014 كانت يعني سنة حافلة بحاجات كتير، بس أبرزها في وجهة نظري طبعا الاستفتاء على الدستور، وبعد كده انتخابات الرئاسة، ثم المشاريع بقى بعد تولي الرئيس الجديد السيسي الحكم. المشاريع الضخمة، يعني أنا هتكلم عن حاجة تخص مدن القناة أو بورسعيد، وهي المشروع طبعا بتاع قناة السويس الجديدة. يمكن ده أبرز حاجة في 2014 من وجهة نظري يعني. طب وللصدفه من 23 ديسمبر من كام يوم كان العيد القومي لمدينه بورسعيد. بورسعيد اخبار الوضع فيها ايه، واخبار اهل بورسعيد؟ وطبعا تحيه لكل اهل بورسعيد. اهل بورسعيد زيهم زي كل اهالي مصر، عندهم طموحات، عندهم امنيات، عندهم مشاكل. يمكن برضو من اهم المشاكل اللي بيقابلها بالظبط اهالي بورسعيد يعني موضوع التجاره، لان بورسعيد اتبنت من 30 سنه على فكره التجاره والتسوق والاستيراد. ففكره المنطقه الحره وعمليات التهريب والحاجات دي كلها مأثره على المزاج العام في بورسعيد. بجانب ان طبعا ده الجانب التراثي والحضاري، وهو تراث بورسعيد، لان بورسعيد تعتبر من وجهة نظري متحف مفتوح للتراث المعماري الخشبي. فده طبعا من بعد الثورة تحديدا بيتم تصفية بورسعيد من كل الاشكال الجمالية فيها والمباني التراثية القديمة اللي تقريبا بورسعيد بتنفرد بيها في العالم كله. طب ليه بيحصل ده؟ ليه بيحصل؟ لان في تجاره الاراضي وانك تشتري بيت قديم وتهده عشان تطلع ببرج ضخم، فما لهاش قيود، ما لهاش ضوابط في القانون، فناس كتير بتستغل النقطه دي. وللاسف يعني احنا هنا في مصر عموما، مش في بورسعيد بس. بس احنا بنتكلم على حاجات من 1800 وحاجه، المفروض ان هي تخش ضمن الاثار، ولا هي تحت بند اسمه مباني يجب الحفاظ عليها، مش مباني اثريه. تمام. يمكن مباني الاثريه في بورسعيد دي يمكن قليله جدا، منهم مبنى هيئه قناه السويس اللي هو ده تقريبا هينضم للاثار وهيبقى متحف. طبعا فنار بورسعيد اول فنار بالظبط اللي هو ده فنار بورسعيد، ده اول مبنى خرساني في العالم، كانت اول تجربه، ولسه داخل اثار 2010. وطبعا هو تحت تحت السيطره من القوات البحريه، يعني منشاه عسكريه. وطبعا قاعده تمثال ديليسيبس اللي يعني بنحاول نلقي الضوء عليها اليومين دول عشان تبقى برضو مزار سياحي او تبقى اثر. المفترض طبعا. بالظبط، او يعيدوا ليها التمثال مره اخرى. ف... فكل حاجات في مصر كلها، مش في بورسعيد. احنا دايما بنتجرد من هويتنا وبنحاول نعمل جديد، والجديد ما يبقاش زي القديم طبعا. طيب لو اتكلمنا عن قناه السويس بقى، واهم الصور اللي تفتكرها اللي معانا هنعرضها. قناة السويس يعني لو مثلا اتكلمنا عن مشروع قناة السويس الجديدة، أنا دائم الزيارة ليه. مشروع ضخم جدا، وأنا الحاجة اللي بتميزه إن العمل فيه طوال اليوم. ده شيء يعني مفرح، لأن هو بيشد الناس، بيشد العمال، بيشد الناس، الشركات اللي شغالة. ففكره ان 24 ساعه شغالين دي حاجه كويسه جدا بالنسبه لي. انا شايف ان هي فكره صائبه يعني. ليه لا؟ ليه يعني؟ ايه الداعي ان احنا ناخد اجازه؟
مفيش وقت راحه طالما مم. في وقت يبقى ليه لا ما نشتغلش. دي معانا صور. الصور. لا دي صور. تجاوزنا اللي فاتت بقى كمان. لا دي صور لمنظر عام لمدينه بورسعيد من طياره. ده بورسعيد من طياره. دي تدريج يعني تحت كده مسمى اريال فوتوغرافي، اللي هي بتبقى دايما من الطيارات او من اماكن منظور عاليه. الطائر. بالظبط. طبعا دي هنا بقى قناه السويس. هنا بقى يعني في وقت الراحه طبعا في اوقات بيتغدوا فيها او بياخدوا فيها وجبات، فده كان يا جماعه بس نرجع اللي فاتت كده عشان هنتكلم عنها. دي مجموعه عمال بياخدوا راحه وراهم المعدات والعربيات بتاعتهم. اللي بعديها دي اثناء الاقبال على الشهادات. في حد طبعا قناه السويس كان الاقبال غير تاريخي. كان تاريخي بقى. كان تاريخي كان تاريخي. دي برضو من الحاجات اللي لفتت انتباهي، ان هم انت عارف في اثناء الحفر بيلاقوا بقايا من حرب اكتوبر. فدي دانا لصاروخ او مدفع او وات ايفر عاملين بيها يعني مثبتين بيها الخيمه بتاعتهم. فدي من الحاجات دي يعني مش خطر يعني دي ولا؟ والله هي المفروض خطر يعني، مش حاجه زي كده ابعد عنها، بس يعني انت فاهم المصريين. بالظبط. بس اعتقد ده ار بي جي، معانا نرجعها بس تاني كده سنه. يعني تقريبا الصوره اللي فاتت هي قذيفه يعني قذيفه. هي اعتقد قذيفه ار بي جي، لانه ده الممتد منها ده بقيت. طب انا عايز اعرف هو اللي هم عاملين بيه القيمه ده عباره عن ايه؟ يعني ده شبكه صيد ولا؟ لا دي حاجات في العربيات النقل بيغطوا بيها الصندوق الخلفي. عشان الرمل ما يطيرش او الزلط او الحموله يعني، فبيقفلوا بيها دي خيمه كبيره يعني، دي تندة كبيره. بس انا مركز قوي على الشيء اللي هم لا بس هي على بعضها الموضوع كله جديد يعني. ناخد اللي بعدها. طبعا عمليات النقل الركام والحفر. لا العربيات رايحه جايه وده شيء مهم، نشوف كل النشرات بالظبط. ده طبعا ضابط من ضباط السلاح المهندسين. الهيئه الهندسيه. ده بقايا خط بارليف. بقايا خط بارليف. دي برضه ده هنا طبعا في الحفر برضه. في الحفر برضه هو هنا بيشرح لطلبة مدارس ورحلات. اعتقد ده ست اللي هو كامل وزيري. لا مش هو شخصيا. مش هو حد تاني. برضه طالب من طلاب المدارس بيحيي اللي شغالين في دي بقى من بقايا حرب اكتوبر. ده بيت في سينا لسه فيه لغايه دلوقتي اثار الطلقات بتاعت البنادق والحاجات دي. هنا ده طبعا العربيات وهي شغاله واللوادر شغالين على قدم وساق. اعتقد انه كان مهم جدا ان احنا نشوف ده. ايه اكتر اصعب المواقف اللي عدت عليك في 2014؟ يعني من اصعب المواقف على المستوى الانساني طبعا في الشغل، لما كنت بروح دايما اعمل تحقيقات او حاجات تخص مشروع قناه السويس. ويعني زعلت قوي لما رحت في قرى على خط القناه بيتم تهجيرها عشان هي دخلت في نطاق الحفر. كانت مأساة ان اشوف ناس بقى لها 30 سنة مثلا وجيل كامل اتولد واتربى وزرع وارض وكده بيتم تهجيرهم، وهم للاسف كمان يعني هم اللي بيهدوا البيوت بايديهم وبيجرفوا الارض بنفسهم. فده شيء صعب انك تبقى عندك بيت بتهده عشان تروح مكان تاني. فده كانت من اكتر الحاجات اللي كانت مضايقاني يعني نفسيا. لما كنت بروح كنت ببقى متعاطف معاهم جدا يعني. يعني هي منفعة عامة المشروع، بس يعني برضو في جانب إنساني ما نقدرش إن إحنا نغفله يعني. أعتقد إحنا معانا صور. في صور. ما دي مزارع المانجا بتاعتهم، دي متاخمة على طول للمشروع يعني، دي على الضفة بتاعت قناة السويس. ده هنا هم بيشيلوا بيشيلوا أشجار المانجا. ده برضو احد المنازل اللي تم يعني هي بالظبط عامله زي فكره التهجير اللي هو في رفح عشان يخلي الشروط الحدودي، ولكن يعني هنا نوع تاني من انواع التهجير. هم بنفسهم اللي مضطرين ان هم يشيلوا بنفسهم البيوت بتاعتهم. بس لازم نقول ان هم اتعوضوا يعني، عشان ايه يعني؟ بصراحه بصراحه هم يعني مشكلتهم مختلفه شويه عن شمال سيناء. هم عندهم ان هم كانوا وضع يد من 30 سنه او حاجه زي كده، المفروض ان الدوله تبقى مقننه وضعهم. فحتى الان ما كانش في اي حاجه يعني، هم على الخريطه مش موجودين لكن واقعيا هم موجودين.
فده في جدل شويه. طيب نشوف بقى صور الحصاد بتاع 2014 بالنسبه لمنطقه القناه. يعني دي لسه صوره من كام يوم في احتفالات 23 ديسمبر. دي برضو العيد القومي بورسعيد. دي بنسميها الضمه دي بتبقى سمسميه واغاني شعبيه في شارع من الشوارع. ده هنا برضو لسه في الاحتفال. دي وزيرة ليلى اسكندر مع محافظ بورسعيد في مسيرة برضو ضمن احتفالات بورسعيد بعيدها القومي. كانت المسيرة تحت شعار لا للإرهاب. شارك فيها مدارس كتير ومديرية الشباب والرياضة. طبعا وضع الإكليل على النصب التذكاري للجندي المجهول في بورسعيد. دي استقبال الشعلة الأولمبية الأولمبيات الخاص. دي كانت برضو الاحتياجات الخاصة. دي كانت الشهر اللي فات. دي اعتقد برضو اولمبيات ذوي الاحتياجات الخاصة. تمام. دي صورة مهمة قوي لأن دي كانت نوة فيها برق. فدي صورة لوهج البرق في السماء، يعني طالع من السماء كان فوق البحر، فده كانت صورة المرات القليلة اللي بيبقى عندنا فيها برق في مصر. يعني في نوات معينة من السنة قليل قوي انك تشوف برق في السماء. فهي الصورة مهمة ان هي التقاط البرق ده شيء محتاج يعني حرفية عالية قوي عشان تقدر تلقط البرق. واعتقد هي دي خير ختام انها صورة فعلا تاخد جايزة عليها يعني. المصور الصحفي محمد كمال مصور بجريدة الوطن، بشكرك جدا، ونتقابل بقى مرة تانية تورينا بقى حصاد السنة كلها. اشكرك جدا وكل سنة والمشاهدين بخير. وحضرتك طيب. مشاهدينا لسه معانا فقرة بعد الفاصل على طول، تابعونا.